فواكه مجففة. وبعد عدم نجاح الفيديو اللي عملته المرة اللي فاتت بتاع الخضروات المجففة، قررت اعمل لكم الجزء التاني، الفواكه المجففة. فيلا بينا نجربها سوا ونقول رأينا فيها. مع اني يعني عايزة اقول لكم سر بيني وبينكم، يعني انا حاسة انه مش هينجح برضه يعني، بس انا هعمل اللي عليا. جبت الحبة دول، قلت اجربهم وبعد كده لو عجبنا نبقى نجيب تاني. هنفتحهم مع بعض. فيها مانجا وفراولة وتفاح وموز. تعالوا نبدأ بالموز عشان ده انا اقل حاجة متحمسة لها، فهبتدي بيها. عارفين الموز لما يبتدي يدبل كده في البيت ونقول هنعمله عصير يعني بدل ما يترمي، هو ده للاسف. خدي سلمى كده شوفي. زي ما انتي وصفتي صح. الموز الدبلان. اه طب نشوف الفراوله. طيب فيها مزازه، فيها مزازه كده، هي حلوه الفراوله. فيها الفراوله المززه دي ما هي مش مضاف لها سكر، فحلوه طعمها حلو. المانجا كويس. انا حاسه ان انت حاسه ايه؟ المانجا كويسه. هي المانجا فيها يعني طعم مانجا كده يعني من بعيد، في الاخر كده وانت بتبلعها بتطلع طعم المانجا، لكن هي مش في الاول كده مش هتبقى فاهمها قوي يعني. فاضل التفاح. ايه ده طري؟ التفاح مش مقرمش ليه؟ انا جايبه تفاح المفروض ان ده خضار مقرمش، طري ليه كده؟ تفاح دبلان، هو طعم التفاح الدبلان.